حاجات كتير بتعدي علينا ومش بنفتكرها، وفلوس كتير بتطلع ومش بنفتكرها. بس صدقني انا حاسس بيك، لان كلنا عندنا نفس المشكلة. مشكلة ايه يا عم؟ انا ما عنديش مشكلة. لا، انت عندك مشكلة. ما هو لما تبقى كل اخر شهر على الحديدة وتستنى مرتب الشهر اللي جاي بفارغ الصبر، يبقى عندك مشكلة. طيب وايه الغريب في كده؟ ما هو كل الناس على ده الحال. بس ده مش مبرر يخليك تفضل ساكت. انت عايز مني ايه؟ عايزك تواجه نفسك وتكتشف الاسباب وتحط رجلك على اول الطريق الصح. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة، واحنا في الموسم الاول واللي بنتكلم فيه عن قواعد المال. والنهاردة معادنا مع قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة تتبع كل جنيه. ولو اول مرة تشوفنا ممكن ترجع للحلقات اللي فاتت، هتشوف وتتعرف على قواعد مالية مهمة هتفرق جدا في حياتك. وده لاننا بنقدمها لك بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير اي تعقيد او كلاكيع. ويا ريت تتابع معانا باقي الحلقات، لاننا بنقدم لك خلاصة الخلاصة في فهم قواعد المال، وبنقدمها لك على طبق من ذهب. ايه رأيك لو قلتلك ان في شخص بيقبض 18,000 جنيه كل شهر، وزيه زي اي موظف بيبدأ كل اول شهر يسدد اللي عليه، بيدفع الايجار ويجيب العلاج ويسدد الفواتير ويدفع الاشتراكات ويعمل شوية شوبينج على شوية طلبات تيك اواي، على مشروبات قهوة ووجبات سريعة وشوية حاجات من السوبر ماركت. ده غير الابليكيشنز اللي هو مشترك فيها وغالبا مش بيستخدمها كلها. وما خفي كان اعظم. بس صاحبنا بيجي اخر الشهر، وتحديدا اخر اسبوع في الشهر، بيلاقي حسابه شبه فاضي. ودي طبعا نتيجة طبيعية، لكن هو بيكابر وبيقول لنفسه اكيد في حاجة غلط. يمكن صرفت كتير، يمكن الاسعار زادت، يمكن حظي هو اللي وحش. وصاحبنا بيفضل كده يلف حوالين نفسه كل شهر، وعمره ما حط ايده على المشكلة. ورغم انه بيقبض مرتب كويس، الا انه مش عارف يعيش. تفتكروا ايه السبب؟ ايه السبب اللي يخلي واحد بيقبض مرتب كويس ويجي كل اول شهر يستنى المرتب بفارغ الصبر؟ الحقيقة ان ممكن تكون الاسباب كتيرة قوي، لكن خلينا افاجئك واقولك ان على رأس الاسباب دي سبب اساسي، وهو اننا مش بنسجل الفلوس اللي بتطلع مننا. هيجي واحد ويقول لي انت عايزني امسك ورقة وقلم وادور بيها واكتب كل جنيه انا بصرفه؟ والله يا صديقي، رغم انك بتقولها تريقة، الا ان انا فعلا عايزك تعمل كده لسبب بسيط خالص، وهو ان انا لو سألتك دلوقتي انت صرفت مرتب الشهر اللي فات في ايه، في الغالب انت مش هتعرف ترد، او بمعنى ادق انك مش هتفتكر غير المصاريف الاساسية اللي انت بتدفعها بانتظام كل شهر، زي علاج مثلا او ايجار او حاجة اساسية انت عارفها وحافظها وبتدفعها كل شهر بانتظام. لكن الحاجات التانية انت مش هتفتكرها. في الغالب كلنا ممكن نستهتر بنصيحة أو معلومة ممكن تتقدم لنا، وده بيكون غالبا لسبب تافه أو غير منطقي بالمرة، لأننا ما تعودناش على كده، أو إن ثقافتنا اللي تربينا ونشأنا عليها ممكن هي اللي تمنعنا إننا نعمل حاجات وممكن تكون هي فعلا الصح. وده الأسباب مثلا زي عيب، ما يصحش، هيبقى منظري إيه قدام الناس، هتحرج، هتكسف. الحاجات دي كلها نفس السيناريو اللي حصل مع صاحبنا اللي لسه قايل لك عليه، اللي بيقبض 18,000 جنيه. صاحبنا كان عايش عادي زي ما معظم الناس عايشة، بيصرف بلا حساب وبلا رقيب أو عتيد. بس لما بدأ يعاني فعلا من الموضوع ده، قرر إنه لازم يلاقي حل. وفعلا في يوم سمع واحد من الأشخاص اللي بيتكلموا عن الإدارة المالية للأفراد والأسرة، سمع عن قاعدة مالية اسمها تتبع كل جنيه، واللي بتقول إن الإنسان لازم يسجل كل الفلوس والمصروفات اللي بتطلع منه شهريا علشان يعرف راحت فين ويحط إيده على المشكلة. يعني زي تقرير مالي كده صغير عن المصروفات اللي اتصرفت خلال الشهر. وبالفعل صاحبنا قرر انه يخوض التجربة دي، حمل ابليكيشن صغير على موبايله وبدأ يسجل كل مصروف بيطلع منه يوميا.
وطبعا مش عايز اقولك على المفاجآت اللي لقاها صاحبنا اخر الشهر وهو بيراجع المصروفات دي. صدقني مش عيب انك تجيب ورقة وقلم وتسجل كل مصروفاتك، لكن العيب انك تعيش باسلوب غلط، لان مفيش مشكلة بتتحل الا اذا اتعرفت اسبابها. قاعدة النهاردة قاعدة في غاية الاهمية، وكمان قاعدة في غاية البساطة، وهي قاعدة تتبع كل جنيه. ابدأ سجل مصاريفك وفلوسك على أي وسيلة تعجبك، المهم إنك تسجل. وأنا هنا مش بقولك إنك تفضل طول حياتك تسجل، لا، أنت هتسجل لحد ما تعرف المشكلة فين وتبدأ تصلحها، تبدأ تغير عاداتك الغلط. ولما تبدأ تطبق الموضوع ده هتلاقي إن كل جنيه بتسجله بيخلق عندك نوع من السيطرة، وهتعرف ايه اللي ممكن تستغنى عنه وايه اللي ما ينفعش انك تستغنى عنه. والتسجيل اللي عملته ده مش علشان تعاقب نفسك انك صرفت، لا، التسجيل هو اللي هيخليك تحط خطة صح للمرات اللي جاية. يعني مثلا لما تكتشف انك بتصرف 30% من مرتبك على الاكل والوجبات من بره، هتبدأ تفكر في خطة تقلل بيها النسبة دي ل15% مثلا او ل10%، وده علشان توفر الباقي وتستثمره في حاجة اهم وافيد وانفع ليك. التسجيل بيوريك الواقع، والواقع بيساعدك تعمل احسن ميزانية في الدنيا، خطتك المالية الخاصة بيك انت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم. الفكرة انك علشان تطبق الآية دي صح لازم تكون انت اللي مسيطر على زمام الامور، لازم تكون بتصرف بوعي وبحكمة، لازم تسخر حياتك على اساس مرتبك ودخلك، مش تسخر دخلك على اساس حياتك ورغباتك. استنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم عن موضوع جديد وقاعدة مالية جديدة، واستعدوا نغير حياتنا للأفضل. كان معاكم أحمد مبروك من فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.